اهلا بيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده باذن الله هنشرح المشهد اللي اتكلمنا عنه في الانستجرام بقالي فتره، بس انا عارف ان انا متاخر جدا ان انا انزل الفيديو ده عنه. بس بجد كنت مسحول جدا 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 في شغل كتير قوي، ما كانش عندي وقت خالص. انا دلوقتي يا دوب لقيت نص ساعه، حتى ما عملتش نفس السيت اب اللي كنت بعمله وكده. زي ما انا قاعد قلت يلا بينا ايه، نصور على طول وننجز، المهم نعمل الفيديو يعني. فمش هطول عليكم، يلا ندخل على الفيديو على طول. يا هلا يا شباب، ده المشهد معانا اهو اللي احنا نزلته في الستوري زي ما انتم شايفين. تمام، مشهد 3 دي حرفيا، الموفمنت كانك عاملها على الافتر افكت. تعالوا نبص على المشهد، بص يا باشا. تمام، ده المشهد لسه كمان في هنا حركه بسيطه. تمام، بس ده كله معمول على بريمير طبعا. تعالوا نبص كده، هتخض شويه من اللايرز، بس دي معظمها يعني لو هتاخد بالك تيكتشرز وقصص كده عشان تدينا ايه الشكل النهائي ده. تمام، طيب تعالوا ناخد الموضوع خطوه خطوه كده. ازاي الاول عملت صوره احمد زويل دي؟ اوكي، اول حاجه خالص رحت على المعلم شات جي بي تي. اوكي، قلت بعت جبت من على جوجل صوره الاسكندر الاكبر دي، تمثال الاسكندر الاكبر، وصوره العالم احمد زويل، وحطيتهم لشات جي بي تي زي ما انت شايف كده. قلت له حول صوره العالم احمد زويل الى تمثال مثل ايه الاسكندر. اوكي، دي نتيجه تانية دلوقتي طلعت معايا وانا بجرب عشان اوريكم في الفيديو، لكن ساعتها طلع لي النتيجه دي. اوكي، وهنيجي بقى نفتح كومبوزيشن ونبدا واحده واحده. اول حاجه خالص تعالوا كده نطفي كل ده ونشوف عملنا ايه واحده واحده، ونقول عملنا ازاي. اول حاجه معانا هنا الباك جراوند دي كولر ميت عاديه خالص. هنيجي على السيكونس بتاعنا اهو. اوكي، تعالى كده نوسع على نفسنا الدنيا شويه. تمام، نيجي على العلامه دي نقول له عايزين كولر ميت. ماشي، تيجي هنا اوكي نفس المساحه، وتيجي هنا تبدا. انا اخترتها ابيض بس ايه رايح للبيجات شويه. اخترت كده الدنيا رايحه للاصفر شويه، واديتها سيكه كده ابيض رايح سيكه للبيجات. اوكي، اوكي هيطلع لك كلر ميد بالشكل ده. امسكها روح رميها على التايم لاين بتاعك وافردها على حسب الوقت اللي انت عايزه. اوكي تمام اوكي، يلا بعد كده تعالوا نبص عملنا ايه تاني. جيت هنا جبت الشجره دي ازاي. هتيجي على جوجل تري شادو. تمام، زي ما انت شايف كده هتلاقي صور كتير جدا، على ما اظن دي اللي استخدمناها، مش متذكر، بس هتلاقي صور كتير لشادوز بتاعت شجر. تمام، تعالى هنا الصورة اللي استخدمناها فين. تعالى هنا الصورة اللي استخدمناها اهي. تعالى ندخل على السيكونس بتاعنا بس الجديد. ادي صورة الشادو بتاع الشجر، شديتها كده على السيكونس، وبدأت ان انا اجي على الافكت كنترول واظبط، اخليها الاول روتيشن 90 مثلا. تمام، كبر كده ونحطها في المكان اللي احنا عايزينه زي كده اهو، زي في المشهد هنا. تبدأ انت تحطها في المكان اللي انت عايزه. تمام، بعد كده تاني حاجة نشوف ايه هي ماشي، وهي ان انا جبت المثلث ده. تمام، المثلث ده حاولت بصراحة ان انا ارسمه الاول، اعمل تشيب وارسمه كده، حسيته مش افضل حاجة. بس رحت على جوجل برضو كتبت مثلث عادي خالص. اوكي، جاب لي المثلث ده، جيت عليه وسيفته. رحنا على بريمير جبنا المثلث، ادي المثلث الجميل. تمام، مش هنحط مكانه دلوقتي لما نحط الصورة بتاعت دكتور احمد زويل علشان نحدده بناء عليها يعني هيبقى فين بالظبط. تعالوا بس على ما اظن بعد كده ضفنا الكتابات. ماشي، نخلي الكتابات دلوقتي، والشادو ده ماشي. اوكي، الصورة، تعالوا نجيب الصورة بتاعت الدكتور احمد زويل، نرفعها شوية ليرات كده عشان نحتاج تحتها ليرز فاضية. تبدأ تحط الصورة في المكان اللي انت عايزه. تعالوا نطفي بس المثلث ده. مثلا انا الصورة كنت عايزها في المكان ده كده بالشكل ده اهو، زي هنا. فين؟ ممكن نكبرها كمان شوية مثلا بالشكل ده. من بعد كده هات المثلث ظبطه يكون وراه بالشكل ده. بص، واحنا شغالين في الحاجات 3 دي معظم الوقت ممكن نصغر الحاجات بشكل اكبر شوية، عشان لو عملنا زوم واستخدمنا كأنه كاميرا يعني وكأنها فيها حركة،
فايه هنصغر الحاجات كده. اوكي، نبدأ نخلي المثلث ده يكون عامل لنا ايه، قاعدة اتجاهات كده، ان احنا نركز على العنصر اللي عندنا. طيب عايزين نغير لون المثلث ده. طيب موضوع بسيط، افكت ستنت. تمام، ارمي التنت يا باشا على المثلث. تعالى خلي الدنيا بيجي كده، ماشي، خلي الدنيا في الاحمرات، الاحمريقة. طبعا ما كنتش مخليها احمر خالص كده على ما اظن، ولا احمر خالص، لا احمر دموي شوية، يعني ايه، غمقه شوية كده. تمام، تعالى هنا ناخد نفس الدرجة دي. اوكي، طيب كده عملنا دي العنصر والمثلث والشجر اللي عندنا. بعد كده العناصر التانية. اول حاجة هنا ازاي نعمل له شادو شبه الشادو ستوديو بالشكل ده. طبعا انت الشادو الوحيد اللي موجود على بريمير هو الشادو العادي، الدروب شادو. اوكي، فلو جبنا الدروب شادو وحطيناه عليه كده بالشكل ده، بدأنا ان احنا ايه نظبطه بقى، نعلي الفينل ديستنس شوية ونعلي البتاع. بص، مش حاسه فاهم، مش هيديك شكل احترافي قوي. يعني بحس دايما دروب شادو بيدي شكل بيرخص الفيديو، فاهم قصدي. فهنشيل الدروب شادو وهنحاول احنا نحاكي الشادو ستوديو. ويعني هنعمل كام خطوه بس نقدر نسيبها بريسيت بعد كده ونستخدمها بسهوله جدا. وهي اول حاجه هنيجي نشد اللاير بتاعنا، لاير كده تحتيه، ونيجي نجيب عليه التنت برضو. اوكي، ونروح جايين مخلينه كله اسود. تمام، بالشكل ده. وبعد كده هنيجي على اللاير اللي تحت ده، ونيجي نكتب بلور. ماشي، بلور. وهنجيب الدايركشنال بلور، ونبدأ نعلي في البلور ريفرنس من هنا، ايوه بالشكل ده. وبعد كده نغير الدايركشن كده، نخليه جاي بالزاويه اللي احنا عايزينها بقى، يعني بس انا عايزه جاي بالزاويه دي شويه. بعد كده هنمسك اللاير بتاعنا من هنا وننزله تحت كده. طبعا انا معلي قوي بلور، ممكن نغطيه شويه بالشكل ده، ايوه، طلعه شويه كده. تمام جدا، ماشي. بعد كده هنروح جايبين الجاوزن بلور نحطه عليه، ونبدأ نعلي في الجاوزن بلور شويه. طبعا هو مش زي الشادو ستوديو بالظبط، بس يعني ايه، بيحاكيه شويه. اوكي، طبعا في هنا مساحه كده فاضيه، فعايزين نطلع شويه بالشادو ده. اوكي جدا، تمام. بعد كده هنروح نقلل الاوبستي بتاعته بقى حسب النسبه اللي احنا عايزينها، يعني مثلا ممكن بالشكل ده كده. تمام كده، عملنا شادو زي الشادو اللي هناك. ممكن نقلل البلور، الجاوزن بلور شويه، ونعلي المدى بتاع ده شويه، يعني مش قوي. بس بص، احنا لو علينا المدى قوي بس في مشكله هتحصل، وهي ان هتلاقي فيه بدأ يظهر خط كده، فدايما ما نعليش المدى انه يوصل للدرجه دي، يعني مثلا كده. تمام جدا. طيب نروح بعد كده، انا بصور الحمد لله ماشي. نروح بعد كده نشوف ايه اللي انا عملته. طيب تعالى نشوف هنا ده ايه. عملت شادو للعنصر نفسه تحتيه. ده ازاي؟ ده بكل بساطه يا باشا، ممكن نيجي هنا ونختار الليب تول دي، شيب مدوره، يعني ما نتاكد ان احنا مش واقفين على اي حاجه، ونعمل شيب بالشكل ده اهي. تمام، نيجي هنا في الشيب ونخليها اسود. اوكي تمام، نروح كده نظبطها، طبعا ننزلها تحت، نكبرها شويه، نرفعها كده، ونروح رايحين للبلور، جوزن بلور، نعلي الجوزن بلور شويه مش كتير. تعال نظبطها شويه اكتر، ممكن نقف على الشيب نظبطه شويه، عايز يتضم كده سيكه ويرفع سيكه، ايوه كده مثلا. ماشي، وبعد كده نروح نقلل الاوبستي بتاعته بالشكل ده. تعال نظبطه اكتر، ممكن يخف اكتر كمان. اوبستي اوكي دون. ماشي، تعال نشوف عاملين ايه تاني. جينا هنا بدأنا ان احنا عملنا الكتابة اللي تحت دي والكتابة دي. طب ايه دول؟ دي برضه انا في شات جي بي تي قلت له اديني شوية معلومات عن الدكتور احمد زويل. تمام، بس انا مش هروح اعمل ده دلوقتي يعني. قلت له اديني شوية معلومات عن الدكتور احمد زويل باللغة الانجليزية. اداني شوية معلومات، خدت منهم شوية كوبي يعني اهو بالشكل ده. جيت كده هنا جبت أداة الكتابة اهي، تكست تول. جيت كده رحت منزل المعلومات دي. تمام، وبعد كده رحت جاي كنترول ايه، جيت على التكست هنا، صغرت
السايز دون، ورحت حاططهم في المنطقة دي صح كده بالظبط. ننزلهم تحت اللايرز بتاعتنا بحيث ان هم يكونوا جايين وراه كده بالشكل ده. تعالى الموشن، رحت خدت شوية كلام تاني، جيت هنا اهو كوبي، حطيتهم نفس الكلام. تمام، كنترول في، كنترول ايه، نفتح التكست، نصغر حجمهم. طبعا زي ما انت شايف هم جايين تحت بعض من اليمين، فنيجي هنا ونخليه ان هو يسنتر الموضوع. طبعا ازاي برضو جايين بشكل مثلث كده، انا كنت بدات ان انا عملت ايه، يعني اخلي كل سطر اطول من اللي تحته. يعني اخلي السطر وادوس انتر، مثلا ده اهو الاقي الجزء ده اصغر من ده، اروح دايس انتر. تمام، بعد كده اسيب جزء اصغر من ده وادوس انتر، وهكذا لحد ما بقى بالشكل المثلث اللي انتوا شايفينه ده. اوكي، بعد كده نيجي على الجملة دي نضيفها كده هنا في النص. تمام، زي ما ضيفنا في المشهد عندنا اهو. تمام جدا، تمام جدا. اوكي، عندنا ايه تاني؟ تعالوا كده نشوف تاني بالتدريج زي ما كنا عاملين. احنا كده حتى الان عملنا مثلث، كتابات بتاعتنا عملناها، الشادو عملناه، الشخصية عملناها والشادو بتاعها عملناه. اوكي، طيب بعد كده كولر ميدي فيها ايه؟ عملت لايت من هنا كده عشان يدينا بعد اكتر. عملت اللايت ده ازاي؟ تعالوا كده نروح. طبعا الكتابة دي نطولها على قد المشهد بتاعنا. رحت جبت الشيب برضو المدورة اللي احنا كنا مستخدمينها من شوية دي عشان نعمل الشادو، وعملت دايرة كده بالشكل ده، خليتها لونها ابيض. اوكي، ورحت جبت الجاوزن بلور عليها وعليت الجاوزن بلور. تمام، وبعد كده رحنا للموشن، مسكناها كبرتها حبيتين، حطيتها كده عشان تبدأ تدينا زي كأن في لايت كده وجاي عليه من هنا. تمام، ممكن نقل الاوبستي بتاعتها كمان شوية. فين الاوبستي؟ ماشي اهو، ماشي، تدينا بس ايه، فيدت خفيف كده، مش خفيف قوي يعني بس ماشي. تعالوا نشوف عاملين ايه تاني. في حاجة برضو مهمة نسيت اقولها لكم، وهي ان انا الصورة نفسها لو تلاحظوا هنا مبهوقة شوية وهنا كونتراست اكتر كده. طب انا عملت ده ازاي؟ جيت على الصوره نفسها اهي، وجيت على اللومتري كولر. طبعا يا جماعه اي خانه من الخانات اللي احنا بنقولها دي انت مش لاقيها وانت شغال، هتيجي على ويندو هتلاقيها هنا. اوكي، ممكن تكون مختفيه عندك، هتيجي على ويندو. طبعا الكلام ده لو حد يعني ايه مش متمارس قوي في الموضوع. المهم هنيجي على اللومتري كولر. انا عملت ايه؟ عليت الكونتراست شويه. تمام، وقفلت الشادوز سيكا تحت الوايت سنه عشان يلمع كده معانا. جيت على الكيرفز وعليت الشاربن شويه. تمام، طبعا بص كده قبل تظبيط الاضاءه دي هو فين وبعدها. تمام، ادانا ايه بعد كده للشخصيه اكتر. اوكي 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 ماشي. بعد كده تعالوا نشوف عملنا ايه. بدأنا بقى نجيب الحبال دي ونعملها كده. طب عملنا ده ازاي؟ دخلت على جوجل عادي خالص، كتبت حبل وجبت الحبل ده اهو. تمام، هنجيب الحبل هنا. الحبل بقى فوق في اللاير، هيكون فوق مش تحت المرة دي. تمام، هنشده كده، كبره على قد المشهد بتاعنا، وثانية نخلي الدنيا هنا فت عشان نشوف. ادي الحبل. طيب انا الحبل اصلا حجمه صغير فانا كنت عايز اطوله شوية، فانا عملت ايه؟ انا خدت منه كذا لاير، يعني خدت نسخة تانية كده بالشكل ده، وجيت على دي ونزلتها كده في البوزيشن بحيث ان هي تكون لحمة في دي، وبعد كده اخدت نسخة كمان جيت على البوزيشن نزلتها بحيث انها تكون لحمة في دي عشان نطول الحبل شوية. بعد كده جينا على الثلاث نسخ دول، كليك يمين ونست عشان هنستخدمه كذا مره. تمام، طبعا كده زي ما انتم شايفين عمل لنا حبل طويل شويه نقدر نتحكم فيه براحتنا. طيب هكبر السكيل بتاعه، اغير روتيشن، وهبدا اول واحد احطه هنا كده، كبر السكيل بتاعه بالشكل ده. تمام، تعالوا كده نشوف في المشهد اهو. ممكن نلفه اكتر كمان، روتيشن اكتر عشان يبدا يدينا دبس وعمق كده في المشهد. طبعا النقطه دي مهمه قوي لو انت بتشوفها كتير الفتره دي ومش فاهم
ليه نقطة ان يكون في عناصر محطوطة كأنها قدام ومعمول عليها بلور، وعناصر كأنها ورا ومعمول عليها بلور وكده. الحاجات دي بتدي عمق للمشهد اكتر، دبس للمشهد، انك تحس انه 3 دي اكتر، واقعي اكتر، مشهد يعني، فاهمين؟ فما علينا. هنبدأ مثلا نوزع كده الحبال بالشكل ده. مثلا اول حبل ممكن كده، تعالوا ناخد منه كمان نسختين. باخد النسخ دي ازاي؟ الت وبشد الحبل بالشكل ده، او اللاير يعني، يبدأ ياخد نسخة. مش عايزين النسخة دي. تعالوا نشوف هنا الحبال التانية. اوكي، طيب الحبل ده نبدأ نجيبه، تشده كده. تمام، ممكن نعدل في الروتيشن كده، نبدأ نحطه هنا الشكل ده صغير كده. والنسخة اللي بعده نشده. تمام، كنا عاملينه هنا ازاي؟ موقفينه خالص. فهنا ده ممكن نلف روتيشن كده، خليه كده روتيشن، خليه كده. طبعا نسيت اقول لكم قبل ما اكمل، فكره المشهد ده عموما انا جايبها منين. اوكي، يعني انا دي مش كلها من دماغي، الحبل وبتاعه والكلام ده، لا. المشهد ده انا من بنترست. اوكي، كان فارس، يعني الحوار ده بقى انا خدته من فارس. دايما كنت اي مشهد اقعد اعصر دماغي واشوف ريفرنسز، مثلا كنت متفرج عليها في فيديوز كتير تانية بتاع، وابدا ان انا اكون منها مشهد. ما كنتش بستخدم خالص بنترست في الحوار ده، بس ده اول مشهد بجد استخدم فيه بنترست، ولقيت فيه افكار كتير جامده قوي. حرفيا عملت حتى سيف لافكار كتير جامده قوي، ممكن نعمل عنها فيديوز الفتره الجايه. يعني انا شفت كذا مشهد جامد قوي، عملت لهم سيف. باذن الله نعمل عنهم فيديوز الفتره الجايه، ممكن فيديوز بريمير زي كده وفيديوز افتر. بيقولوا لي في الكومنتات حابين معظم يعني نعمل الاكتر يكون مشاهد 3 دي بريمير زي كده ولا افتر. كده كده هتبقى هي، ولو انت عرفتها بريمير هتلاقي الموضوع بالنسبه لك، لو انت عارف الادوات في افتر، سهل قوي انك تعمله في افتر يعني. تمام. طبعا دلوقتي المفروض الحبال دي قريبه للمشهد، فلازم نعمل عليها بلور. فهنيجي على اول واحد، نجيب جاوز بلور نرميه عليه، نيجي كده نبدا نعلي نسبه البلور مثلا كده. اوكي، هناخدها هي كوبي، نبدا ان احنا نيجي على اللايرين التانيين وكنترول في. اوكي تمام. تعالوا نشوف عملنا ايه تاني بعد كده. بسم الله. طيب، خلينا كلمة أحمد زويل تيجي بالشكل ده. طيب إزاي خليناها تيجي بالشكل ده على بريمير؟ ده موجرت أنا عاملها من أفتر إفكت بستخدمها على بريمير. في موجرتس كتير يعني عاملها، بس ما علينا، ده موجرت من أفتر إفكت بستخدمها على بريمير، وهسيبها لكم في الكومنتس لو حد حابب يحملها ويستخدمها. الموجرت عبارة عن إيه؟ تعالوا كده نجيبها، جرافيك تمبلتس. ازاي بتضاف الموجرت برضو عشان لما احطها لكم في الكومنتس، هتيجي هنا على بلس دي. اوكي، وتروح تختار، هتلاقيها مجرد بالشكل ده كده، تروح تختارها، هتبدأ تظهر معاك هنا في الجرافيك تمبلت بالشكل ده. تعالوا نجيب بس الكتابة اللي انا استخدمتها على ما اظن دي. تمام، دي اللي انا استخدمتها، كتبت احمد زويل. اوكي، تعالوا كده ناخد الاسم. ماشي. المجرد دي تقدر تدخل عليها، تدخل على البروبرتس، تيجي هنا كده اهو، تكتب اللي انت عايزه. هكتب احمد زويل مثلا. اوكي، ممكن نخلي الاي كابيتال والزد كابيتال. تمام، تقدر من هنا تختار، ممكن تختار لونين فيعمل جرادينت زي كده. يعني ممكن نختار فوق بس مثلا الاحمر، فيبدا تحت يكون عامل لك جرادينت زي ده. طبعا في شادو كده تحت لون تاني، فلو نزلنا تحت هنلاقيه اهو، ممكن نخليه برضو احمر. تمام، انا هنا على ما اظن كنت مختار كله احمر من غير جرادينت يعني، بس انت ليك مطلق الحريه، ممكن تكتبها بجرادينت زي كده. طبعا تعالوا ننزل الكلمه اهي، ممكن نخليها، يعني انا ما كنتش عامل كده بس ممكن نعمل كده هنا، لا كنت عامل اوكي، ممكن نخليها فوق الصوره شويه كده. تعالوا دلوقتي لو احنا حابين نخلي الكلمه كلها احمر، فانا ممكن اخليها كلها احمر كده. ممكن انا اخلي احمر افتح شويه، فبرضه يديني سنه جرادينت يعني، بس كده اوفر. اقفل شويه يا باشا، يعني كده شويه كويس اهو. ايه الطريقه بتاعت ظهور الكلمه دي المجرد ده؟ يعني بص، بيظهرها كده واحده واحده، وبعد كده بيعمل عليها لايت سواب. تمام بالشكل ده. عملنا ايه تاني؟ اوكي، طيب استخدمنا هنا التيكتشر دي، شايفين اللي بتتحرك الحمرا دي؟ اوكي، هسيبها لكم باذن الله في الكومنتس. في الكومنتس ايه، في البايو.
هسيبها في البايو اهي، هي الريد باك جراوند دي. تمام، هنعمل فيت. هي باك جراوند زي كده، فيها زي فيلم بيرن لونهم احمر، فهنكبرها، نكبر السكيل على قد الشاشة ونعمل لها سكرين. بس ده كل اللي هنعمله. تمام. بعد كده نروح عملت ايه تاني؟ بدأت اديت شادوز كده في الجوانب، وخليت التركيز يكون ظاهر اكتر على العنصر اللي عندنا ده. ازاي؟ بكل بساطة تيجي هنا وتختار بلاك فيديو. اوكي، نجيب البلاك فيديو نشده على قد المساحة بتاعتنا، ونيجي على البلاك فيديو ده، ونيجي هنا على الافكت كنترول على الاوبستي، ونيجي نعمل ماسك مدور بالشكل ده. اوكي، وبعد كده نيجي هنا نعمل له انفيرت، ونبدأ نعلي في الفيزر، ماسك فيزر. طبعا هنصغر الماسك شوية عشان هنكبر السكيل نفسه، عشان الحواف اللي كانت ظاهرة دي. خليه كده مثلا. نبدأ نقلل في الاوبستي. تمام، ممكن نعلي فيزر اكتر شوية، ممكن نعلي سكيل شوية كده مثلا، خلي تركيز الإضاءة كده. بس هنخليه جاي لفوق اكتر شوية، عشان احنا المفروض ان احنا كنا اصلا عاملين إضاءة من هنا، فيعني الجنب ده هيكون اغمق من ده. تمام، تمام كده بالشكل ده. بس بدأت تدينا دبس وعمق اكتر للصورة، وفي نفس الوقت تدينا تركيز على المشهد بتاعنا هنا. تمام. بعد كده ايه تاني ضفناه؟ وانا هناك مخففها اكتر على ما اظن. كمان ممكن نقلل كمان اوبستي شوية. ماشي. ايه تاني ضفناه؟ جينا هنا ضفنا التيكتشرز دي. طيب التيكتشر دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن صورة اهي. تمام، بنشدها كده على الفيديو. اوكي، تعال نكبرها اهي. تمام، هنخلي نعدل الروتيشن بتاعها 90، ونبدأ نكبرها كده على قد الفيديو كله. بتبدأ تدينا ايه خشونة كده للفيديو شوية، ونقلل الاوبستي بتاعها يعني مثلا حاجة و50. اوكي، ممكن اقل كمان حاجة و30. تمام. بعد كده في ايه تاني؟ ال الويندو شادو ده قلنا في الفيديوز اللي قبل كده بنجيبه ازاي. بتدخل على جوجل وتكتب ويندو شادو، بتلاقي ويندو شادوز كتير. تمام، ده اهو اللي احنا استخدمناه، شكله كان عامل كده. اكتب ويندو شادو هتلاقي كتير جدا على جوجل، فهنشده برضو على الفيديو بتاعنا، ونيجي هنا نعمل له مالتيبلاي، ونكبر حجمه كده على حسب ما احنا عايزين. مثلا نخليه بالشكل ده، اقلل الاوبستي بتاعته مثلا شويه. هقلل الاوبستي البلاك فيديو اللي كنا ضايفينه من شويه ده، ان هو مغمق الحواف عشان يبين الشادو ده اكتر، مثلا بالشكل ده. تمام. بعد كده في ايه تاني؟ بعد كده ضفنا الاوفرلاي دي، بتدي تيكتشر كده اهي. هي دي، شدها كده على الفيديو، صورة هي. هنيجي نعمل لها روتيشن 90، نكبرها على حجم الفيديو. نيجي هنا ونعمل لها برضو مالتيبلاي. تمام. بعد كده نقلل الاوبستي بتاعها خالص، نبدأ نعليها واحدة واحدة، حاجة بسيطة بالشكل ده. تمام. عندنا ايه تاني؟ تعالوا نشوف. ده adjustment layer بتاع الحركة، وده color map بتاع الإضاءة. دول واحدة واحدة بقى مع بعض. طيب أول حاجة الحركة. طيب الحركة هتقسم عندنا لكذا حاجة. أول حاجة حركة المشهد بشكل عام، وبعد كده حركة كل عنصر لوحده. يعني أول حاجة هنا الحركة اللي عندنا كانت شغالة ازاي؟ شغالة إن المشهد بيرجع لورا. تمام. فهنيجي نعمل دي ازاي؟ هنروح نجيب adjustment layer. adjustment layer اوكي، نشده على الفيديو بتاعنا، على المقطع بتاعنا يعني عموما. وبعدين نروح على الافكتس، نجيب ترانسفورم، نرميه على الادجستمنت لاير. اوكي، ونيجي نعمل كي فريم في السكيل في البوزيشن، نقدمهم شويه. بعد كده نيجي هنا ونقرب كده مثلا، ونطلع البوزيشن كده. تمام جدا. بعد كده هنيجي على اول كي فريمين دول، كليك يمين، ايز اوت، ايز ان، نفتح الجرافات، سرع في الاول. تمام كده احنا عملنا الحركة بتاعة الرجوع. طبعا هي بطيئة قوي.
تمام كده احنا عملنا الحركة العامة تمام للمشهد. عايزين بقى نعمل حركة العناصر ازاي؟ اول حاجة هنيجي بقى على عنصر عنصر ونبدأ نفهم في الكاميرا المفروض ازاي بيتحرك. يعني انت في الكاميرا لو الشخصية دي بعيدة شوية عن الخلفية، فلما الكاميرا هتكون لقدام هتكون الخلفية دي قريبة شوية، ولما انت هتبعد الشخصية هتبدأ تبعد معاك واحدة واحدة بس بسرعة مختلفة عن سرعة الكاميرا. طب تعالوا نطبق ده عملي عشان نفهم الدنيا. هنيجي هنا على الشخصية، اوكي، نحط عليها ترانسفورم. ماشي، نيجي على الترانسفورم ونيجي في الاول نعمل سكيل بوزيشن، طلعهم قدام سيكا. ماشي، وبعد كده نيجي هنا نبدأ نكبر السكيل شوية بالشكل ده. تمام تمام. بعد ما عملنا الزوم بتاع الشخصية، هنيجي ايز اوت ايز ان، نعمل الجراف اللذيذ. ماشي، فهتبدأ تلاقي ان الشخصية بترجع معاك والكاميرا بتطلع. طبعا هي الشخصية بدأت ترجع بدري، فاحنا ممكن نبعد الكي فريمين دول شوية بالشكل ده. تمام، وعايزين نبعد كي فريمات الشخصية كده عشان بعد ما ترجع، ايوه كده بالظبط، تبقى هي راجعة معاها. اول الكاميرا كمان بترجع بتحس ان لسه الشخصيات بتتحرك سيكة بسيطة. تمام بالشكل ده. تمام. طيب عايزين كمان نحرك الحبال دي معانا والكلمة. تمام، اول حاجة الكلمة. اول حاجة الكلمة بتظهر بسرعة قوي، فانا لو عايز تظهر ابطأ شوية كليك يمين يا باشا، سبيد ديوريشن 50. اوكي، نقطع كده هتبدأ تظهر معانا بنص السرعة حرفيا. ايوه بالشكل ده. تمام، تعالى نيجي هناخد نفس الترانسفورم ده ونيجي هنا نحطه على الكتابة. ماشي، هتبدأ ترجع معاك بنفس الشكل، بس ممكن بقى عشان يعني برضو المفروض بعدها مختلف عن الشخصية، فنيجي عند أول كي فريم ونبدأ نعلي السكيل أكتر شوية عشان برضو تبقى مختلفة زي ما انت شايف عن الشخصية. بص على الرايق. طيب هنيجي بقى كمان على الحبال، نيجي على أول حبل نظبطه بس عشان نحط الاتنين التاني معاه. نبدأ نعمل برضو كنترول في للترانسفورم اللي عملناه، نعمل له بيست هنا على الحبل ده. أنهي حبل؟ أيوه ده. اوكي، ونبدأ نفس الكلام نكبر شوية السكيل في أول كي فريم. بص عشان شايف انت بتحرك معاك ازاي وهو راجع بالكاميرا. تمام، ممكن نخليه يبدأ شوية بدري أكتر. جامد أوي، حلو. تعالى ناخد الحبل التاني ده ونخليه مثلا عادي زي الشخصية، تبدأ العناصر تكون كلها بتتحرك معاك كده في المشهد مش الشخصية بس. تمام، ممكن هي الكتابة اللي ورا دي والمثلث والكتابة دي اللي سايبينهم، المفروض ان هم كأنهم لازقين في الخلفية يعني. تمام، ده كده أول لقطة معانا. في حاجة مهمة أوي كمل للآخر عشان هنقولها في الآخر بإذن الله. تمام، عملنا دي أول لقطة. تاني لقطة بقى عايزين اللي هي بتاعة الزوم إن دي. تمام، إزاي؟ تمام، طيب هنيجي هنا الأول في آخر المشهد ده. احنا كده عملنا في الترانسفورم عادي اللي عملناه بتاع الحركة. تمام، احنا عملنا الحركة لحد هنا. هنيجي هنا على الترانسفورم اللي احنا عاملينه في حاجة مهمة قوي، وهي ان انا لما ارجع كده مش عايز اكون رجعت خالص، دي كنت ناسي اقولها. عايز اكون برضو لسه شوية كده مثلا. اوكي، ما اكونش رجعت خالص. طبعا دي اثرت معانا على الحبال، تعالوا نروح نظبطهم. تمام، ده كده الشكل بعد ما ظبطنا الحبال مع الشخصية. طيب تعالوا بقى نعرف ليه احنا كنا بنقول نسيب شوية مساحة. علشان هنيجي هنا تمام بعد ما في الادجستمنت، بعد ما هيكون خلص نجيب دي كده. تمام، بعد ما هيكون خلص كده هنروح على طول رابطين بحركة تانية، وهي ان احنا هنروح جايين زقين البوزيشن كده شوية مش كتير، او هقول لكم حاجة ممكن مش شوية مش كتير. تمام، وهنروح نزق الجراف بتاعنا بالشكل ده، فهيكون كده. اوكي، طيب هناخد بقى المشهد ده كله نسخة تاني من غير الادجستمنت لاير. كل هذا الكلام هنطوله بقى شوية كده للمشهد التاني.
اوكي. بعد كده هنروح نجيب ادجستمنت لاير تانية اهو، نشدها من اول النقطة الجديدة دي. ادجستمنت لاير التانية دي بقى يا باشا هتعمل ايه فيها؟ هتروح تظبط، احنا هنا كنا ظابطين المشهد التاني ازاي بالشكل ده. فهتروح على الادجستمنت لاير التانية دي وتزوم بقى، تعمل الزوم اللي انت عايزه في المكان اللي انت عايزه. طيب تعالى نروح نجيب ترانسفورم ونعمل سكيل بالشكل ده للمكان اللي احنا عايزينه. احنا كنا عاملين هنا كده السكيل صح بالظبط عشان نكتب الجملة التانية. اوكي تمام. هنيجي نعمل كي فريم بوزيشن تمام، وبعد كده نيجي كده ونشد البوزيشن ده كده شوية، نبعد بقى دي is out is in. نشد الجراف ده المرة دي للأول، الجراف هنا اللي في الآخر شدنا السرعة في الآخر. تعالوا كده نظبط الكلام. في برضه نقطة نسيتها، إن احنا نخلي السرعة على الآخر خالص، يعني نشد دي كمان كده بالظبط. عايزين الرسمة دي اوكي، عايزين الرسمة دي ماشي. هنيجي هنا ونكون عكسينها بقى اهو كده بالشكل ده. ممكن نبعد دي شوية تمام. ممكن نيجي هنا نظبط كده شوية كمان. تمام جدا. بعد ما ظبطنا الجراف في المشهدين زي ما قلنا اوكي، نبص كده على المشهدين دلوقتي وادي النقلة بتاعتنا هتبقى بالشكل ده. تمام جدا. هنبدأ بقى هنا نشوف ايه اللي احنا كنا كاتبينه في المشهد التاني. كنا كاتبين physical chemist and مش عارف ايه. اوكي هناخد نفس الجملة اللي احنا كاتبينها هنا، مش هقعد اكتبها تاني، هاخدها على طول بصراحة. بس انت هو نفس نفس المجرد بتاع كلمة احمد زويل، هو ده اوكي. بس طبعا لازم نحطه تحت الادجستمنت لاير. انا كمان كنت حاطه تحت كل حاجة حرفيا، كنا حاطينه تحت خالص ما بين احمد زويل والمثلث. يعني نرفع كده دول، بعد كده ننزله هو هنا، بعد كده نيجي نمسكه من الموشن نحطه مكان ما احنا عايزين مثلا اوكي. هتلاقي المشهد بتاعك شغال بالشكل ده اوكي جدا اوكي. تعالوا نبص كده حتى الآن من الأول. طبعا لو عايزين دي يبقى نفس اللون تمام، انا هنا خليتها لونها اسود يعني عشان مش هكتر احمر زيادة. نغيرها ازاي؟ زي ما قلنا من البروبرتس ونغير الالوان. يلا بينا نبص. تمام جدا. نقطة مهمة بقى اضافة كمان، وهي ان احنا نيجي بعد كده نجيب adjustment layer تاني نحطه كده في النص هنا، ونجيب عليه فلتر بلور، جاوزن بلور تمام، ودايركشن بلور. نيجي على الفريم اللي في النص هنا كده بالظبط تمام اهو. لو زومنا كده هنا بالظبط، ونيجي نعمل فريم للبلور وفريم للبلور. نسينا نعلي دي شويه، بس هنخليها جايه بالجنب عشان حركتنا بالجنب تمام. طبعا مش عالي قوي كده، يعني نوطيها حاجه كده مثلا. نعلي هنا الجاوزن بلور شويه تمام. ونيجي في الاول، يعني اول ما تبدا الحركه هنا كده هنوطي دي زيرو ونوطي دي زيرو، وهنا كده نوطي دي زيرو ونوطي دي زيرو. تبدا يدينا اثناء الحركه كده ايه، بلور خفيف، يعني مش هيكون باين بس هيدي سلاسه بس في الفيديو. طبعا مهم قوي نيجي على الادجستمنت لايرز اللي احنا عملناها على كل الترانسفورمز ونعلي شاتر انجل تمام، عشان ده زي الايه الموشن بلور كده يعني في افتر افكت. اوكي بما اننا بنحاكي فكل حاجه بنعملها نقولها. ادي الترانسفورم
ثانية بس يا شباب اهو. اوكي انا هنا عليته. نيجي على الترانسفورم اللي على الحبال، الساعة كده اهو، عليه. ماشي. اخر حاجة خالص بقى انا كنت عاملها هنا، وهي ان في لايت كده بيفليكر كده. تمام. ده ازاي؟ بكل بساطة جينا عملنا كولر ميت، نيجي هنا كده اهو ونعمل كولر ميت تاني. المرة دي هيكون نقول له اوكي، هيكون لونها ابيض. اوكي اوكي، نشدها على الفيديو بتاعنا. تمام. نعمل لها اوفرلاي. تمام بالشكل ده. نبدأ نقلل الاوبستي بتاعتها بشكل عام شوية، نقللها خالص حاليا. نيجي كده في الاول نبدأ اننا ايه، نعمل كي فريم على الاوبستي، ونطلع فريمين او فريم واحد، فريمين. ماشي خلينا فريمين نشوف لو عاوزناهم اسرع. بالكيبورد سهم كده يمين. تمام. ونبدأ ان احنا مثلا هنعلي شوية. تمام. فريمين. هنوطي شوية. تمام. فريمين. نعلي حبة حلوين اكتر. تمام. فريمين. نوطي شوية. فريمين. نعلي. تمام. نبدأ ناخد دول بقى كوبي، كنترول سي، فريمين، ونعمل لهم كنترول في. كل دول كوبي، كنترول سي كده. في الاخر فريمين، نعمل لهم كنترول في. تعالوا نشوف بس سرعتهم وبعد كده نشوف الدنيا ايه. تمام. بس في اللذيذ منه نيجي كده كل ده كنترول سي، كنترول في، كل ده كنترول سي، كنترول في. تمام كده معانا المشهد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. انا دلوقتي حاسس ان بصراحه الفليكر ده عالي قوي، يعني النسب اللي احنا عملناها في النص عاليه قوي. فلو عايز تخفها بعد ما عملتها كده هتعمل ايه؟ اكيد مش هتقعد تروح فريم فريم وتخفهم وبتاع. ولو قلت الاوبستي هنا هيقلل لك كي فريم بس في النص. فهنعمل ايه؟ هنروح نبحث عن ترانسفورم، نجيب ترانسفورم نشده على الكالر ميت اللي عملناها، ونبدا نقلل الاوبستي من الترانسفورم مثلا 50، ونشوف ممكن كمان اكتر، 39 مثلا. تمام. انا حاسس كده ان هي منطقيه اكتر، لطيفه جدا جدا جدا. ممكن اضيف حاجه كمان، ممكن اقلل الاوبستي بتاعت الريد اوفرلاي اللي انا كنت ضايفها دي اهي، الريد باك جراوند دي. تمام. تعالوا بس كده لما تيجي ماشي نقلل الاوبستي بتاعتها مثلا حاجه و70. واجي بقى في الاخر، اخر تقفيله اللي هتظبط معايا الكلام قوي، وهي ان انا اجيب ادجستمنت لاير فوق الفيديو كله. تمام. واروح لللوميتري كولر، بيزك كوريكشن، اعلي كده كونتراست للمشهد كله شويه في الشادو سيكا مثلا. ممكن اودي التمبريتشر للاصفر سيكا مثلا. اوكي. ممكن اعلي الوايتس شويه تديني كده ايه، شويه ديبس اكتر. كده المشهد اللي عملناه النهارده اهو. طيب عشان اكون صريح معاكم، اوكي، الموضوع بيطول شويه في بريمير عن لو افتر افكت. بس انا ليه، ايه فايده الفيديو ده؟ طيب طالما هنقدر نعمل برضو الكلام ده على افتر افكت، اول حاجه خالص وهي ان في ناس اصلا يعني حافظه كل اللي انا قلته ده في بريمير، ومش عارفه اي حاجه لسه في افتر افكت، ومش عايزه تدخل بقى من الاول وتفهم افتر افكت ماشي ازاي وكل حاجه فيه، فاهم؟ فهتاخد وقت وعايز تعمل مشاهد شبه دي. فببساطه الفيديو ده هيكون مفيد ليه جدا. مين تاني برضو؟ حد عايز يعمل مشاهد زي دي على افتر افكت. مشهد على فكره زي ده على افتر افكت يا جماعه هيكون تقيل. تمام. فعلى بريمير هيكون اخف شويه، فممكن يعمله على بريمير. مين تاني برضو؟ انت دلوقتي خدت الفكره بشكل عام، ومع التطبيق ومع الوقت كذا مره هتلاقي الموضوع خفيف وبسيط. فانت هنا تقدر برضو ان انت لو شغال في فيديو مش عايز تقعد تروح لافتر وتيجي، عايز تعمل مشهد بس في النص، فتبقى محضر اللايرز بتاعتك زي كده يا باشا. كوبي بيست. اقول لكم حاجه، احط لكم البروجكت ده في الديسكريبشن برضو. فانت كوبي بيست كل الكلام ده وتغير الصوره وتغير الكلام بس، وخلاص بقى معاك مشهد تقدر تحطه في نص الفيديو بتاعك والدنيا زي الفل وانجزت الدنيا. تمام. فدي الافادات
من الفيديو ده عشان محدش يجي يطلع لي في الكومنتات ايوه ما انا اعرف اعمل ده افتر افكت، انا عارف تمام. ايوه ما هو افتر افكت ممكن في بعض الحاجات من الحاجات دي يكون اسرع، عارف برضو، ولكن الافادات زي ما قلت لكم الحاجات اللي انا قلتها من شويه دي. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا، عارف ان احنا طولنا جدا وقعدنا كتير قوي، بس باذن الله يكون بفايده. لو عجبكم واستفدتوا ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، ولايك للفيديو عشان يوصل ناس اكتر، سبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم الحاجات الجديده، واي حاجه محتاجينها اطلبوها في الكومنتات باذن الله نعملها في الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.